السلام عليكم ورحمة الله. الليلة هنعمل لنا خضرة ويسمى ملوخية. زي ما شايفين دي المكونات بتاعتنا. نجيب ثوم ومعاه شطة خضراء نفرمهم مع بعض. دي الخضرة وده جداد تشيكن، ودي بصلة بزيت، ودي ماجي، وعندنا صلصة، وعندنا شطة حمراء، وعندنا مجموعة من البهارات. دي المكونات بتاعتنا بتاعت الطبخة. هنعمل ملاح خضرة. الخضرة طبعا بالنسبة للناس العزاوة طريقة سهلة وسريعة وما بتاخد زمن معك. يعني كلها بتكب المكونات كلها في الحلة وبتغطيها، وبتيجي بعد الحلة ما تبدأ تتسبك وتستوي تكب الخضرة بتاعتك. وبعد كده انك بكده انه الحلة بتاعتك انتهت، يعني خلاص الملاح الخضرة والملوخية بقى جاهز للأكل. دي هنا بنحمر البصلة بتاعتنا في النار لغاية ما لونها يقلب للون الذهبي، تبدأ تبقى مقرمشة كده. بعدين نكب الجداد فيها التشيكن. الناس ما تنسى تدعمنا بلايك وبتعليق ظريف كده بكومنت ظريف، وما تنسى الاشتراك في القناة بتاعتنا. يعني حاولوا وصلونا 1000 مشترك كده إن شاء الله. ده هنا بعد ما البصلة تستوي بننزل الجداد بتاعنا في الحلة، وبنخليه شوية كده يستوي مع البصل. وبعد ما نحس إنه استوى بدأ يستوي بنكب الموية بتاعتنا على حسب كمية الموية اللي انت دار تاخدها في الحلة، دار تكبها في الحلة. معاك ناس بسيطة بتعمل موية بسيطة، معاك ناس كتيرة بتزيد الموية. ودي هنا بنكب الموية بتاعتنا. طبعا دي أنا عشان عزابي. ده هنا بعد ما نحس إنه الحلة بتاعتنا بدأت تستوي، بنكب البهارات بتاعتنا، الماجي والخلطة بتاعت الثوم والشطة الخضراء، وبين وباقي البهارات الشطة والبهارات المشكلة زائد الصلصة. طبعا الطريقة دي بالنسبة للناس العزابة والمغتربين طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخد منك زمن، وما معقدة ولا صعبة. بهاراتك وصلصتك وجدادك وبصلك كله في حلة واحدة، وتغطيها لغاية ما تبدأ تنجض وتتسبك شوية، تكب الخضرة بتاعتك والملوخية بتاعتك. يعني الموضوع سهل وبسيط للناس اللي نفسها في ملاح خضرة، زي ما بيقولوا كارب كده يعني. ملاح خضرة جميل كده وطولت ما أكلت الخضرة. يعني ممكن تجرب الطريقة دي، طريقة سهلة وما بتاخد منك زمن. يعني ما داير ذكاء ذاته منك، يعني بيجتهد نفس الخطوات تطبيقها بتطلع لك حلة بتاعت خضرة كاربة.
ودي هنا بعد ما تحس إنه الدمعة بتاعتك بدأت تتسبك والموية بتاعتها بدأت تقل شوية، تيجي تضيف عليها الملوخية والخضرة. بعد إضافة الخضرة بتديها شوية زمن كده لغاية ما الملوخية والخضرة ذاتها تنجض، يعني تحس إنها نجضت وبقت متجانسة مع الدمعة. بعد كده بتطفي نارك وبتاكل بالهنا يعني. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. الناس ما تنسى إنها تشترك في القناة يا جماعة، دعمونا وصلونا 1000 مشترك إن شاء الله. معاكم بنصل 1000 مشترك بإذن الله تعالى. وودونا كومنتات ظريفة كده عشان تحمسونا إننا تاني. ادعمونا بكومنت، بلايك، بشير، باشتراك في القناة. وبكده وصلنا لنهاية الطبخة بتاعتنا، وشكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.